في موتوسيكلات بتيجي وتمشي وفي موتوسيكلات تانية بتسيب اسم. السوزوكي جي اس ار 600 واحد من الناس دي. موتوسيكل نزل من اكتر من 15 سنة ولسه لحد النهاردة الناس بتدور عليه وبتسميه بيبي كينج. يا ترى ليه؟ وايه اللي مخليه عايش لحد دلوقتي وسط موديلات احدث واقوى؟ النهاردة هنعرف قصة سوزوكي جي اس ار 600، موتوسيكل سبورت اتخلق للشارع. سوزوكي جي اس ار 600 هو موتوسيكل نيكد من الفئة المتوسطة، اتصنع ما بين 2006 و2010 وكان موجه لفكرة الستريت فايتر. الموتوسيكل ده اتبنى على موتور 600 سي سي 4 سلندر تبريد مية، والموتور في الأساس مشتق من الجي اس اكس ار 600 سوبر سبورت، بس متظبط بطريقة مختلفة بحيث إن هو يخدم الشارع أكتر. سوزوكي ركزت إنها تزود العزم في المدى المتوسط بدل ما تجري ورا أرقام قمة القوة، وده خلاه عملي جدا في السواقة بتاعت كل يوم. الموديل ده جه كخليفة مباشر للباندت 600، وده كان معناه إن سوزوكي داخلة تنافس بقوة في سوق النيكد بايكس، بس المرة دي بأسلوب أعنف وشكل أكتر عدوانية، مع الحفاظ على الاعتمادية وسعر مناسب يخلي الموتوسيكل مناسب للمبتدئ والخبرة في نفس الوقت. موتور الموتوسيكل ده كويس جدا، بيطلع 98 حصان على 12000 ار بي ام و64 نيوتن متر عزم على 9600 ار بي ام، متوصل بفتيس 6 سرعات، والباور ديليفري بتاعه ناعم ومظبوط للاستخدام اليومي في الشارع، مش عنيف زياده ولا ميت خالص. الشاسيه ألمونيوم والوزن جاف حوالي 183 كيلو جرام، وده رقم كويس جدا بالنسبه للفئه بتاعته. ابعاد الموتوسيكل وطول وقاعده العجلات وارتفاع الكرسي كلها بتخدم فكره الرشاقه ووضعيه القعده المستقيمه، وده بيدي احساس تحكم وثقه خصوصا داخل المدينه. العفشه بتاعته تشوك امامي 43 ملم قابل للضبط، والمساعد الخلفي لينك تايب قابل للضبط برضه. الفرامل بتاعته ديسكين امامي 4 بستم وديسك واحد خلفي. سعة التانك 16.5 لتر، وده بيديك مدى محترم للمشاوير اليومية والسفر الخفيف. الموتوسيكل ده اتكشف عنه لأول مرة في معرض باريس الدولي للموتوسيكلات سنة 2005، ودخل الإنتاج فعليا سنة 2006. خلال فترة إنتاجه سوزوكي عملت تحسينات بسيطة بس مهمة جدا، أهمها تطوير نظام الحقن الإلكتروني بتاعته، وده حسن استجابة البنزين جدا وخلى الأداء أنعم وأنظف من ناحية الانبعاثات. الجي اس ار 600 أخد سمعة ممتازة من ناحية الاعتمادية، وناس كتير من الملاك ما اشتكوش تقريبا من أعطال كبيرة، وتكلفة الصيانة السنوية بتاعته كانت في المتناول جدا. بس بعض الانتقادات كانت بتقول ان هو قوته كفايه بس مش مثيره قوي مقارنه بمنافسين زي الاف زد 6 او الهورنت، بس في نفس الوقت ناس كتير شافت ان ده جزء من شخصيته، هو مش بيحاول يبقى الاسرع بس بيحاول يبقى سهل وموثوق فيه. التصميم بتاعه كان تحفه، كشاف واحد، موتور مكشوف، جسمه صغير نسبيا، كل ده خلى شكله يعيش لحد دلوقتي، ولسه لحد دلوقتي مطلوب في سوق المستعمل. فكرة جي اس ار 600 أساسها راجع لتصميم البي كينج اللي سوزوكي عرضته سنة 2001 في معرض طوكيو. البي كينج ساعتها كان تصور لموتوسيكل نيكد ضخم بموتور هيابوزا، حاجة مجنونة أكتر منها عملية. سوزوكي بدل ما تدخل في الجنون ده قالت احنا ناخد الروح ونخليها واقعية، ومن هنا اتولد الجي اس ار 600، شكل عضلي والروح بتاعته سباق بس استخدام يومي. الموتور المتاخد من الجي اس اكس ار 600 كي 4 اتظبط تاني، خلوا الكامات بتاعته اهدى والسحب افضل من تحت، اداء مريح في الزحمه والطرق الغير مستويه. يعني بدل ما تعيش طول الوقت بالموتوسيكل على 10000 ار بي ام، الموتوسيكل بقى ممتع من 4000 ل 10000 ار بي ام، وده انسب بكتير للشارع. الانتاج استمر من 2006 لحد 2010، وكان موجه في الاول لاوروبا واليابان قبل ما يوصل لاسواق تانية زي استراليا. الفكره الاساسيه كانت التوازن، الشكل يخوف بس السواقه تطمن. الجي اس ار 600 جاي بتصميم نيكد عدواني واضح. اول حاجه تلفت نظرك هو الشاسيه الالومنيوم المكشوف بتاعه، واللي مش بس عنصر هندسي، لا ده كمان جزء اساسي من شكل الموتوسيكل، لانه بيبين الميكانيكا وبيأكد فكره ان هو موتوسيكل خام. الكشاف الامامي الدائري مع تانك عضلي مستوحى بشكل مباشر من روح البي كينج، وبيخلق مزيج ما بين شكل فني وعصري ولمسه سباق واضحه. الموتوسيكل شكله قصير وعريض وواقف على الارض بثقه، ومن ناحيه القعده بتاعته ارتفاع الكرسي 785 مللي، وده مناسب لجزء كبير من الناس اللي بتسوق، والقعده مستقيمه نسبيا، والهاندل عريض وبيوفر تحكم ممتاز. الوضعيه دي بتخلي الموتوسيكل مريح في الزحمه وثابت في الملفات، وينفع مشاوير طويله من غير ارهاق مبالغ فيه. المساعد الخلفي فيه 7 مستويات للظبط، ده معناه انك تقدر تظبط الموتوسيكل حسب وزنك او لو حد راكب وراك، وده شيء مش دايما موجود في الفئه دي في الوقت ده. العداد بتاعه مزيج ديجيتال زائد انالوج، وار بي ام بتاعه واضح، وفي مؤشر بنزين، والمعلومات كلها باينه بشكل واضح. الوان الموتوسيكل ده اختلفت حسب السنه، بس اشهرها الاسود المط والازرق والاحمر، الوان بسيطه بس مناسبه لطبيعته الستريت فايتر.
وده خلى الجي اس ار 600 محبوب جدا عند الناس اللي بتحب التعديل. خلينا كده نتكلم سريعا عن المواصفات التقنية بتاعته. موتور 600 سي سي 4 سلندر ودبل اوفر هيد كام و16 صباب، مشتق من الجي اس اكس ار 600 كي 4. والتعديلات اللي كانت حصلت فيه ان هم خلوا الكامات بتاعة الموتور اهدى، والسحب والعادم مختلفين تماما، وعملوا اي سي يو مابنج بيركز على العزم، والنتيجة ان هو بقى 98 حصان و64 نيوتن متر عزم، والريد لاين بتاعه على 14000 ار بي ام. احلى نقطه فيه ان الاداء الحقيقي مش بس في القمه، بس في المدى المتوسط من 4000 ل 10000 ار بي ام، وده المكان اللي الناس بتسوق فيه في اغلب الوقت. نظام الانجكشن بتاعه اي اف اي بتكنولوجيا الاس دي تي في، وده بيدي استجابه بنزين ناعمه ومتحكم فيها. الفتيس 6 سرعات، والنقلات بتاعته ناعمة، مناسب للسواقة اليومية والجري، والأداء من 0 ل 100 في 3.4 ثانية، والسرعة القصوى حوالي 230 كيلو متر. يعني مش سوبر سبورت، بس هو سريع كفاية يخليك تحس إنك سايق حاجة بجد. بالنسبة للشاسيه والعفشة والفرامل، الشاسيه بتاعه ألمنيوم توين سبار، وقاعدة العجلات بتاعته 1440 ملم، والنتيجة الثبات بتاعه ممتاز، ودخول ملفات سريع، وإحساس تحكم عالي. العفشة الأمامية اللي تشك الأمامي 43 ملم بري لود وقابل للظبط، والشوط بتاعه 130 ملم طوله يعني. والعفشة الخلفية مونو تشوك فيها 7 مستويات للبري لود، والريباوند بتاعه قابل للظبط برضه، والمشوار بتاعه 134 ملم. الإعدادات دي بتدي توازن حلو بين إن هو فيه راحة مقبولة والأداء الرياضي بتاعه واضح. الفرامل الأمامية 2 ديسك في 4 بيستم، وخلفي 1 ديسك. الفرامل قوية والتدريج بتاعها كويس جدا. ومن 2007 ال ABS بقى اختياري، بس بعد كده في أوروبا بقى ده الستاندرد. بالنسبة للكاوتشات، هو أمامي 17 على 120 والخلفي 17 على 180. المقاسات رياضية بحتة وبتدي جريب ممتاز. وبالنسبة للأبعاد والوزن بتاعه، الطول حوالي 2 متر، والعرض بتاعه 775 ملي، والارتفاع 1075 ملي، والخلوص الأرضي عشان المطبات وكده 130 ملي، والوزن جاف 183 كيلو، وبالسوائل حوالي 210 كيلو، والتانك 16 لتر ونص، والمدى بتاعه من 250 ل 300 كيلو حسب السواقة بتاعتك، والحمولة بتاعته لحد 180 كيلو، ده اللي هو مثلا يعني واحد سايق وواحد مرافق ليه، ولو في معاهم شنط. موديلات الإنتاج بتاعته، موديل 2006 ده كان أول موديل خالص، ده نزل بعد معرض باريس 2005. السعر بتاعه كان منافس جدا، وما كانش بينزل فيه ABS، والتصميم بتاعه كان نرو بدون أي فيرنج خالص. الناس حبت فيه السحب والخفة والتحكم، بس كان فيه مشكلة إن هو فيه اهتزازات على RPM عالي، بس ده طبيعي لموتور في قوته. ومن 2007 ل 2010 عملوا تحسينات على الاي سي يو، فخلوا الاستجابه انعم، والاي بي اس بقى اختياري، بعد كده بقى اساسي في اوروبا، وغيروا الوانه. وموديلات 2010 ده كان اخر سنه انتاج بدون اي تغييرات جوهريه. وتوقف ليه؟ اتوقف بسبب قوانين الانبعاثات، وان السوق بدا يتحول لفئات اكبر. الجي اس ار 600 توقف رسميا بعد 2010، وجي بعديه الجي اس ار 750 سنة 2011. الموتوسيكل ده كان العزم بتاعه أعلى ونفس الروح، وعملوا تحديث طبيعي للسلسلة في العموم. الجي اس ار 600 هو حط الأساس لشكل النيكد بايك العدواني عند سوزوكي، لفكرة موتور سبورتي متظبط للشارع، ولحد النهاردة محبوب في سوق المستعمل ومطلوب جدا، وسمعته قوية في الاعتمادية. البيبي كينج هو مش أحدث موتوسيكل ولا أذكاهم ولا أكتر واحد مليان إلكترونيات، بس هو موتوسيكل صادق، موتور سبورت متظبط للشارع وشاسيه ثابت، وإحساس سواقة يخليك تحس إنك ماسك حاجة حقيقية. علشان كده البيبي كينج لسه ملك حتى بعد ما الزمن عدى. ولو حابب تعرف قصص موتوسيكلات تانية ليه عاشت وليه ناس لسه متمسكة بيها لحد النهاردة، ما تنساش اللايك والاشتراك، وقولي في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يكون عن أنهي موتوسيكل. شكرا لكل متابعين القناة لحبهم ودعمهم.